السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الطرق بتؤدي إلى ضربة عسكرية لا مفر منها لإيران والقضاء على قدراتها العسكرية بشكل نهائي. الكيان بيقول كده، والكيان بيرفض أي معارضة لكده، وهتعارضونا هتشوفوا اللي في إيدينا ونقدر نعمله إيه. والتلاتة مليون وثيقة اللي طلعوا دول حاجات كده منقحة، دي حاجات متنقية على الفرازة، دي حاجات ما تضرش. كل ده ما يضرش، البلاوي اللي طالعة دي ما تضرش. البلاوي اللي جوه بقى اللي هم لسه ما نشروهاش حاجة تانية خالص. الجهة اللي نشرت نفسها عليها وثائق ونشرت بالأمر. الموضوع طلع فوق ما أي عقل ممكن يتصوره. ترامب اللي بيقولوا عليه مجنون وقراراته متهورة مش عايز ينجرف لحرب عالمية تالتة، وقالها أول ما مسك. قالها لبوتين، قالها اللي بتاع أوكرانيا، قال له أنت عايز توقعنا في حرب عالمية تالتة. الجملة دي كانت كفيلة إنها تعرف ترامب إن هو اقتصادي، وإن كل الشو اللي بيعمله عن الحروب وعن البتاع ما يقدرش ينفذ منه ولا حاجة، بس يقدر يستخدمها ضد اللي يأمن العواقب معاه. يعني يقدر يمد بالسلاح ويستخدم القوة الغاشمة في الشرق الأوسط، إنما يقدر يستخدم القوة الغاشمة مع القوة العظمى زي روسيا والصين لا، ما يقدرش. ليه الكلام ده وليه المقدمة دي؟ ضرب أمريكا لإيران مش بيعني الشرق الأوسط بس، إنما بيعني إن في قوة عسكرية لا يستهان بها لدى إيران. حرب ال 12 يوم ترامب فتح عينه كويس قوي للقدرات بتاعت إيران، وبالتالي هو بيلجأ للتفاوض، وإن حرب زي دي هتفتح عليه جحيم، هتفتح عليه جحيم وهتزلزل عرشه وهتعمل حاجات كتير قوي. انما برضه هم ال 12 يوم مع الكيان بيقولوا لا، ما ينفعش تبقى في حد بالقوة دي في المنطقة ونتطرمخ على الموضوع. امريكا تروح، رئيس يروح، الدنيا تروح، الدنيا تتهد، انما ما حدش يقرب مننا ولا يهدد امننا. يعني الكيان بيقول لك ملناش دعوة ايه العواقب اللي ممكن تكون على الرؤساء، على الجيوش، على امريكا، على قدراتها، على ما يهمناش، احنا يهمنا امننا احنا بس، وبعد كده يحترق الجميع. وبالتالي لجأوا لان ال3 مليون دول يطلعوا كتهديد مباشر اننا هنطلع ان لم تطيعونا في كل ما نريد بدون ما تراجعونا العواقب ومش العواقب. بدأ ترامب غاضب جدا من النسخة من الدفعة الأولى اللي تم الإفراج عنها، وراح له وزير الدفاع الإسرائيلي يضغط عليه أكتر ويقول له خلينا بقى إيه نمشيها بالحب علشان ما نلجأش إننا نطلع بقية المستندات، لأن ما خفي أعظم. وسط تحركات أمريكية ودبلوماسية متوازنة، تل أبيب تضغط لعرقلة أي اتفاق مع طهران وتلوح بالخيار العسكري. قال لك كشفت مصادر إسرائيلية أن تل أبيب حذرت واشنطن مما وصفته بممارسة طهران للخداع، في وقت غادرت فيه مدمرة أمريكية ميناء إيلات وسط تأكيد إيراني أن التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف بشأن الملف النووي أمر ممكن، واستمرار المساعي الدبلوماسية لعقد اتفاق بين الجانبين. طهران أبدت استعدادها للحل الدبلوماسي. إيران وافقت إننا نحل بالتفاوض، وده المطلب الأمريكي. تعمل إيه بقى اللي بالي بالك؟ تروح مطلعة الدفعة دي وتبعت وزير الدفاع يقول له مفيش غير الحرب، ويعرقل أي حاجة اللي هو
اللي عندهم بقى الخفي اعظم مش بس ترامب لوحده طبعا، ترامب فوق ال 4000 صحيح، انما في صناع القرار في امريكا. ما هو ترامب مش الحاكم بامره، ما هيش دوله عربيه. بنتكلم بقى في ترامب الحاكم بامره، يلا اضرب يا ترامب ما تضربش، لا، في قصه وفي حدوته، وفي ديمقراطيين وفي بتنجانيين وفي حاجات كتيره قوي. كل دول في ايديهم كده، في ايد الكيان كده. الجزيره ما شاء الله جمعتهم كلهم، وتسجيلاتهم وتسريباتهم في الايد اهي. فنخلص بقى ونلم الموضوع، ولا نطلع التسريبات يا جماعه وتبقى الفضائح للركب وتبقى ده احنا بس كده بنلمح بال3 مليون نسخه دول، بنلمح. كل الطرق بتؤدي الى ضربه عسكريه. امريكا مش عايزه تضربها، امريكا مش عايزه تضربها. مش بس ترامب، احنا قلنا يعني بمجرد صوره كانت طلعت لبايدن، حكومه بايدن، كان في شيء من برضه كلام كده، راح مطلعين له صوره في الجزيره موجوده صوره بايدن. فبايدن لم الموضوع وخلاص، كان الحاجه اللي معصلك فيها مشاها. انما ترامب بقى اللي بنقول عليه متهور وقراراته متهوره، بدأ متزن، واللي بيعرف ديته بيقتله. هو عارف دية اللي في الشرق الأوسط، فيبعت القوة الغاشمة. إنما العمالقة لا، ما يقدرش يتهور معاهم، رغم إن العمالقة دلوقتي ضموا على إيران، وفي مناورات مشتركة ما بين روسيا والصين في إيران، وفي شغل أسلحة متبادلة، بالرغم من ان ايران مش محتاجه اسلحه. اللي اظهرته في ال 12 يوم يقول ان ايران مش محتاجه اي دعم واي تعزيزات. حرب ال 12 يوم كنا بنقول ان هيتم القضاء على ايران. من الاخبار اللي كنا بنسمعها التدمير اللي بيحصل في ايران، ولكن انقلبت المعادله، وبدا ان القوه الصاروخيه اصلا لايران مش محتاجه نووي اصلا. يعني ان لم تمتلك نووي ايران فيكفيها القوه الصاروخيه بس دون النووي. فدلوقتي بيتم العرقله على قدم وساق لاي مساعي تدعو الى التفاوض. ونقلت القناه ال 12 الاسرائيليه مساء الاحد عن مصادرها ان تل ابيب وضعت 3 شروط للتوصل الى ما سمته صفقه جديده مع ايران، تتمثل في انهاء البرنامج النووي رقم 1، وقف البرنامج الصاروخي رقم 2، وقف دعم ما تصفه اسرائيل بوكلاء ايران في الشرق الاوسط. نزل السلاح، وقف البرنامج النووي. طب ايران بتقول والله البرنامج النووي هو مش يعني اوكي، ومش ساعدين نتفاوض عليه والبتاع. وقف القوه الصاروخيه ال 12 يوم، ال 12 يوم دول لا يمكن يعدوا من تاريخ الذاكره الكيانيه. لا يمكن باي حال من الاحوال القوه التدميريه الصاروخيه اللي حصلت على مرأى ومسمع من العالم كله انهم يعدوا كده، يمروا مرور الكرام، وان ايران تعدي كده وتعمل نووي وما تعملش نووي، المهم ان يبقى ايه، نتفق وبتاع واتفاقات ومش عارف ايه لا، ما فيش. فبدت ان في قوه في الشرق الاوسط حقيقيه قادره على الوصول والتدمير، فالموضوع ده ما يعديش. وعدم دعم ما سمتهم اللي هم الحلفاء يعني لايران، يعني قطع ايد ورجل ايران. طب هل ستقبل ايران؟ يعني هل اللي عندها القوه دي بالشكل ده ايه اللي كبيرها اصلا ان هي تستسلم وتسلم؟ ما عندناش غير التفاوض. هتتفاوض؟ لا مش هتفاوض، خلاص بيني وبينك الميدان، هي كده هي كده. طيب بيني وبينك الميدان، ماذا سيسفر؟ يعني ايه اللي هيترتب عن معركة الولايات المتحدة مع ايران؟ اولا هيبقى في تدمير في الشرق الاوسط،
ثانيا هيبقى في عواقب نفسها على الكيان. الكيان مستعد ان هو يستحملها بالمناسبه، طالما بيسعى لضربه عسكريه لانهاء القوه العسكريه الايرانيه، فهو مستعد يتحمل اي توابع واي عواقب في سبيل الانهاء. طيب هل هيترتب اضرار على الولايات المتحده؟ طبعا اكيد، مما لا شك فيه هيترتب اضرار وهيترتب حاجات والدنيا هتتقلب. لان قلنا روسيا والصين متربصين هناك لابدين في الذره، وان القوه مش هتبقى قوه ايران لوحدها، لا، في بقى مدد وفي عون وفي تعزيزات هتحصل، وان ايران لو ما تقدرش توصل هيوصلوها. علشان كده لحد دلوقتي بيحاولوا اني ما تكونش، لكن الكيان بيقول لازم تكون، والا محدش هيكون، هنقلب الترابيزه على الكل. والتسريبات اللي طلعت دي بس يعني حاجه كده مبدئيه، وما اظنش ان هم يقدروا ينزلوا بقيه كل حاجه، والا خلاص اذا حصلت الفضيحه راح دور الابتزاز. لكن هيفضلوا يضغطوا يضغطوا يضغطوا، ومش عارفين امريكا هتاخد القرار ولا لا.